بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا نهار اليوم راح تحتاجوها بزاف في شهر رمضان الكريم. طاجين القارص كما راكم تشوفوا. يعني الصورة تحكي بلا ما نقولكم باللي راهو شباب الله يبارك وما شاء الله. راح يحمر لك وجهك للعرضات ومام دوزيام بلا في رمضان. يعني طبق ولا اروع. لأول مرة تزور قناتي نقولها مرحبا بك. ما تنسيش حبيبتي تشتركي في القناة، نورتي فعلي الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد، لأنه راح نجيب لكم بزاف وصفات ما شاء الله في رمضان الكريم إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. نبداو. هنا في طنجرة حطيت مغرفة تاع مارغرين ولا تاع سمن كما تحبي سيداتي. راح تضيفي لها زوج مغارف كبار تاع زيت. راح نستعمل الدجاج. راح نحتاجو للزيت والمارغرين يعني في نفس الوقت. حطيت كويس تاع دجاج، حطيته يتقلى، غطيت عليه يتقلى لي مليح. نقلبه يعني على الجهتين. بعد ما يتقلى الدجاج تاعي راح نضيف له حبه بصل تكون كبيره شويه، تكون مرحيه مليح، يعني مليح مربيه مليح مليح، ما تكونش يعني طرف قطع. راح نديرها هي تاني تتقلى مع الدجاج تاعي مليح، وتكون النار ناقصه، ما تكونش قويه. هو يعني من سر البنه لازم تكون النار ناقصه. اضفت عود تاع قرفه ونضيفوا شويه فلفل كحل. راح نغطي عليهم نخليهم يتجمروا لي مليح، وبعدها راح نجي نمرق. هنا بعد ما تقلى الدجاج تاعي والبصل والتوابل راح نضيف الماء، نغطي الدجاج تاعي يعني باش يطيب لي. نغطي الدجاج ونضيف الجلبانه اللي كنت غسلتها ونقيتها، نغطي عليهم نخليهم يطيبوا بعقلهم. ونروح نحضر القارص تاعي. هنا عندي صدر دجاج عاشي، صدر دجاج مرحي. اضفت له ملعقه تاع معدنوس يكون مقطع ومرحي. اضفت له شويه تاع بصل، نقدروا نقولوا فوق النص شويه. راح نضيف له ثوم بودره. نضيف له 2 ملاعق ونص كبار تاع لا شابلور، خبز مرحي ومحمص. يعني اذا ما طمش معاك تقدري تزيدي شويه. هنا حطيت الثوم بودره. حطيت ملعقه تاع جبن وليد. جبن هذا اللي نستعملوه للبوراك، يعني تقدري تستعمليه. راح نخلط المكونات جيدا، وبلا ما ننسى ندير الملح تاني. وراح ندير ملعقه صغيره تاع خردل مطغ، ونضيف شويه فلفل اسود. هذا هو المول اللي درت فيه حبات القارص تاوعي. يعني كاين المول، كاين الصغير، كاين الكبير. نورمالمون انا لقيت غير هذا الصغير شريته. راح نعمر هذا المول تاعي يعني قبل ما ديري شويه فرماج داخلها في المنتصف. ديري فرماج تاع مثلثات ولا كاري كما تحبي، ديريه لداخل. وبعدها ديريه في المول تاعك تاع القارص. بنفس الطريقه راح نكمل كل الحبات التوعي. واللي بقى لي من الدجاج درتو كوريات ودرتو يطيب مع المرقه تاع الجلبانه. ندخلو للفرن يطيب لي. بعد ما يطيب راح نحطو باش نروح نحضر كلاصاج ميغوار المالح. راح نحضر الكلاصاج. راه عندي كاس تاع حليب. اللي ما حبيتش دير هاد الكلاصاج تقدر دير جبن كاريات تاع اللي يستعملوه للبرجر. هنا حطيت ملعقه كبيره تاع نشا، وراح نحط نصف ملعقه تاع جيلاتين، وندير ملون غذائي اصفر. راح نخلطهم جيدا، نحطهم فوق النار. كي يثقل معايا الخليط نحيه ونجي نقلاصي حبات القارص توعي. كيما راكم تشوفوا البنات، قلت لكم وصفه سهله ما فيها والو، يعني ما فيهاش خدمه بزاف. انا يعني ما جانيش صعيب. هذا هو قوام الكلاصاج تاعي، يعني يكون ثقيل شويه وماشي خفيف، باش نقدر نغطي الحبات تاعي. ولا اذا جاك يعني مازال ما غطالكش تقدري ديري طبقتين نورمال. بهذه الطريقه راح نكمل كامل حبات القارص اللي عندي، نخليهم في الثلاجة مدة ساعة ولا ساعة ونصف، 2 سوايع. المهم قيس ما يجمد لي هذاك الكلاصاج. وبعدها راح نقدمو ونحطو بلا ما ننسى نديرلو على الاطراف، يعني كل جهة راح نديرلو المعدنوس باش يبان باللي صح شكل تاع حبة قارص بالاوراق تاعها. وبلا ما ننساو هذا الطبق لازم يكون حاضرة معه المطلوع. درت مطلوع خميرة.
اذا عجبكم الفيديو البنات ما تنسوش ديروا لي جيم لهذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس لتعم الفائده. كيما راكم تشوفوا راني نحط في صحن التقديم، راح نحط الطبق تاعي بعد ما طابت لي الجلبانه والكويس. حمرته في المقله مع هاد الحبات الكوريات اللي قلت لكم تاع الدجاج، زدت درتهم في طابولي باش يعطيوني شكل مليح للطبق هذا. كي تحطيه فوق الطابله في رمضان صدقوني راح يجي ما شاء الله. ما قلت لكم للعرضات يجي عندك ضيف ولا هدايا يحمر لك وجهك بزاف بزاف. المهم هذا الطبق يعني كان فكره تاع زوجي، ربي يحفظه لي. هو اللي كنت نخمم، قلت له لازم نخمم في طبق يكون مليح. قال لي ديري لهم طبق طاجين القارص. قلت له ان شاء الله نديرو. المهم هذه وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم شكرا على المشاهده. السلام عليكم.